اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيديو النهاردة فيديو كبير جدا وحلو جدا لكن مفيد جدا، احفظيه عندك وان شاء الله هتستفيدي منه كل سنة. هنعمل مع بعض النهاردة الكعك، وكمان هنعمل البسكوت، وهنعمل كمان الغريبة. كل دي بالمقادير بالكوباية معانا النهاردة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل الكمية الحلوة اللي قدامنا دي بكيلو دقيق واحد. هنبدأ معانا النهاردة بقى بالكعك. هنبدأ الفيديو بالكعك معانا والمقادير. تعالي ادخلي صوري اكتبي مقادير، مش هتلاقي بعدها ان شاء الله وهتعتمديها كل سنة. اول حاجة بقى عندنا علشان نختبر الخميرة بتاعتنا، عندي نص كوباية مية من الدافية، كوباية مية دافية عليهم باكو خميرة فورية. بتحبي الخميرة بيرة مفيش مشكلة، بس انا بحب الخميرة الفورية. عليهم معلقتين كبار من السكر او معلقة ونص كده من السكر، لاني طبعا علشان احنا بنختبر الخميرة دلوقتي علشان العجينة ما تبوظش مننا ويكون الخميرة بايظة. لا، دي اول خطوة معانا، لازم نختبر الخميرة بتاعتنا. نحطها على جنب بقى معانا دلوقتي. عندي بقى الدقيق بتاعنا لازم يكون 72% زي ما احنا شايفين كده، وعندك الفيديو الدقيق بتاعك كمان يكون جميع الاستخدامات دي مهمة جدا. لو مش هتجيبيه كعك وبسكوت يبقى تجيبيه متعدد الاستخدامات مكتوب عليه 72%. عندي كيلو من الدقيق بقى زي ما احنا شايفين كده. حابة انت تضاعفي الكميات براحتك، بس الكيلو بتاعنا هنشتغل بيه النهاردة، يعني المقادير بتاعتنا دي بتاعت كيلو دقيق. عندي هنا بقى ريحة الكعك، انت بتقولي للعطار اللي بتجيبي منه الحاجة بتاعتك، بس طبعا ريحة الكعك بتاعتك تكون فريش كده بتشم ريحتها. بتقولي له هتعملي كيلو 2، فهو بيديك المقدار اللي انت هتعملي بيه. انا قلت له هعمل كيلو دقيق، فاداني الباكو ده تقريبا معلقة كبيرة او معلقة ونص. عندي بيكنج باودر بقى، انا هحط بتاع معلقة ممسوحة لكل كيلو دقيق. ما ينفعش بيكنج باودر لوحده، وطبعا الخميرة تنفع لوحدها، بس طبعا البيكنج باودر بيساعد ان الكعك بتاعك بيكون احلى. دلوقتي احنا حطينا بقى المواد الجافة مع بعض. طبعا في اضافات تانية، حابة تحطي سمسم حطي، حابة تطحني سوداني عندك سوداني وتطحنيه في المطحنة بتاعة الخلاط وتحطي عليه حلو جدا. يعني ممكن تحطي بتاع نص كوباية او بتاع معلقتين كبار. اللي انا بوريها لكم في الازازة دي كانت ريحة السمنة البلدي، لان طبعا انا عاملة الكعك بتاعي بسمنة علب، فعندي علشان الكعك بتاعي يبقى ريحته حلوة كده ويعني مفيش تجاري في الموضوع ده. طبعا حاجة بيتي الحمد لله، يعني ما ببيعش ولا اي حاجة، ده حاجة بيتي بس يعني نديله نفح كده من الحاجة من السمنة البلدي بتاعتنا. عندي بقى كوبايتين من السمنة، او مثلا لو عندك ميزان يبقى 550 جرام من السمنة لكيلو الدقيق. تمام كده. السمنة بتاعتك عايزاها دافية تمام، عايزاها الكعك بتاعك على السخن تمام، براحتك خالص. دي بقى بتاع ربع كوباية من السمنة او معلقة كبيرة، يعني ممكن كوبايتين سمنة ومعلقة سمنة. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده. انا يدوب مدفية عندي السمنة بتاعتي، علشان طبعا كيلو دقيق مش محتاج ان هيقعد كتير ولا حاجة، انا مش هيقعد كتير. عندي بقى السمنة البلدي، ريحة السمنة البلدي برضو دي بتجيبها من عند العطار. هنحطها كده وهنبدأ نقلب. قلب قلب قلب. طبعا هنلم بايدينا هنبس دلوقتي، وهتبقى ايه، لازم نلف الكعك كويس جدا على ايدينا، ما ينفعش خالص المعلقة. بسم الله توكلنا على الله. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. لو اول مرة تشوفي قناتنا، قناة ارياف ومدن، ما تنسيش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زي
شايفين بقى بنعمل ازاي في الدقيق والسمنة. ادعكي كويس جدا جدا. لمي بقى. من نجاح الكعك بتاعك يا بنات لازم الدقيق بتاعك يكون حلو. في انواع دقيق كتيرة جدا جربتها. وطبعا في ناس بتجيب الدقيق السايب وما شاء الله بيطلع معهم زي الفل، يعني بركة ربنا سبحانه وتعالى. عندي بقى الخميرة بتاعتنا، شايفين فارت وبقت زي الفل ازاي. يبقى كده الخميرة بتاعتنا زي الفل. هننزل بقى كل الخميرة بتاعتنا دي. هنقلب بقى. عندي نص كوباية من المية. العجينة بتاعتك لسه مفرولة، يبقى تحطي لها شوية مية. حابة تضيفي لبن حطي، حابة تضيفي مية حطي براحتك. احنا طبعا امهاتنا كلها كانوا بيعملوا بلبن والسمنة سخنة بتغلي. شايفين بقى العجينة بتاعتي ما شاء الله زي الفل ازاي. نختبرها بقى مع بعض كده نشوف لا هي شققت ولا عملت اي حاجة. شايفين ما شاء الله. عايزة تحشيها عجوة، مكسرات بقى، ملبن، براحتك خالص. بس نصيحة يا بنات، الملبن ما تعجنهوش بسمنة ولا اي سوائل، لان بينفجر معاكي في الفرن والكعك بتاعك بيبوظ. يعني حاولي كده تقعدي تقلبي فيه، تسيحيه سنة على البوتاجاز. انا هحشي الكعك بتاعي بعجوة زي ما احنا شايفين كده، عاملاها كور صغيرة علشان خاطر هنعمل الكعك بتاعنا مقاسات صغيرة. اعملي بقى المقاس اللي يعجبك، يعني حابة تقطعيه مقاسات كبيرة قطعيه، مقاسات صغيرة زي ما انتي عايزة اعملي. كل الحاجات دي بتبقى اذواق. كورة حلوة كده. عندنا الصاج بتاعنا مش مدهون اي مادة دهنية، لا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. عندنا نحط الكورة ونسيب طبعا فراغات، فواصل كده في الصاج، علشان طبعا حجم الكعك بتاعي بيزيد. ومش هنسيبه بقى ساعتين 3 ولا حاجة، لا هو اول ما اخلص الكمية الصاج الاولاني هبدأ ادخله الفرن. يعني لما اخلص خالص الصاج الاولاني هبدأ احطه في الفرن، هيبقى اختمر معايا شوية. حسيتي بقى ان العجينة بتاعتك كبيرة شوية او الكرة بتاعتك كبيرة شوية، بتاخدي منها حتة، مفيش اي مشكلة. يعني بتصغري الحجم براحتك، بتكبريه براحتك، وزي الفل معانا. هوريكم بس ببصمه ازاي، وبعد كده نكمل احنا باقي الفيديو بتاعنا. حابة تعيشي بقى الاجواء معانا، انا هحط موسيقى في الحتت اللي هي يعني عارفين انتوا بقطع فيها ببصم فيها الكلام ده، فمش محتاجة بقى ان انا اتكلم فيها. انا هحط لكم فيها موسيقى، حابة تتابعي مش حابة جري الفيديو برضو براحتك، علشان تتابعي باقي الوصفات بتاعتنا. بصوا يا بنات، البصمة بتاعتي كانت بتلزق في الكعك، فبدأنا جبنا النشا. شايفين بتقطع معايا الكعك بتاعي ازاي، فقمت شلتها وجبت النشا وحطيت البصمة بتاعتي بتاعت الكعك في النشا. شايفين؟ وما نضغطش جامد، او ممكن ان انتي تعمليها كورة وتبدأي يعني تبططيها دايرة كده ونعملها. فانا شلت بصراحة اللي هما كان البصمة بتاعتي بتنتشها كده فما عجبتنيش. جبت النشا بقى وبقيت احطها، او دقيق عندك، بس انا فضلت النشا يعني.
وبدأنا نبصم الكعك بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، وما نضغطش قوي علشان خاطر ما نبوظهاش. هنكمل بقى كل الكمية اللي معانا دي، وهرجع لكم اوريكم الكمية بتاعتنا ونبدأ ندخل الفرن بقى. هخلص وارجع لكم. دي بقى الكمية بتاعتنا يا بنات، الكمية بتاعت الكعك بتاعنا. هنا بقى ابني وهو شغال ما شاء الله لا قوة الا بالله. ولادك بقى لما بيتبسطوا ويفرحوا بيساعدوكي بصراحة. هما ساعدوني على قد ما قدروا يعني، وكانوا مبسوطين جدا. احنا هنا بقى بنحط في الكعكة دي كيس. ليه بقى؟ لاني احنا لما عملنا كده من غير كيس ما بقتش تطلع، حتى لو دهنتي زيت دقيق نشا ايا كان اللي عملتيه في الكعكة برضو ما كانش بيطلع. فبدأنا نحط الكيس ده كده ونحطها ونضغط جامد علشان تاخد الشكل بتاعنا، ونبدأ نطلع. وهتطلع معايا وواخده الشكل وكل حاجه. عايزه اقول لكم المقاس ده حلو جدا، يعني قطمه واحده كده في بوق. شايفين القمر؟ تسلم الايادي يا رب. شايفين؟ جميل جدا، مقاس حلو قوي قوي. اعملي بقى باي شكل يناسبك او اي شكل يعجبك. وهي بقى دي كل الكميه الكيلو دقيق بتاعنا، عملنا منه الكعك ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي دي كل الكميه، كميه حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان كيلو الكعك ممكن يطلع معاكي 2 كيلو الا ربع من الكعك. لو بتعملي وتبيعي ممكن يطلع 2 كيلو، 2 وشويه كمان، عشان انتي حاشياه فهي بيزيد معاكي. انا حاطه تقريبا بتاع اقول ايه كيلو عجوه مثلا، فبيطلع معاكي 2 كيلو وشويه. احنا بقى دخلنا في الفرن وسوينا، وطلع معايا ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا انتي بترشي سكر وقت ما هيجوا ياكلوا، انا بعمل كده، لكن ما احطش كله عليه سكر والناس تقولك لا مش عايزه سكر، والناس تقولك خلوا بالكم هو لسه سخن. فين ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا معجن من جوه ولا ني ولا اي حاجه، والظهر زي الفل ومستوي وجميل جدا. عايزاه دايب اكتر من كده بتطلعيه ابيض شويه، يعني ما بتسيبوهوش في الفرن كتير ينشف معاكي. احنا هنا خلصنا بقى الكعك بتاعنا وطلع معانا زي الفل ما شاء الله. هندخل بقى على الوصفه التانية ونشوفها هي ايه. كيلو دي طلعنا كل الكمية الحلوة دي. هتعيدي وتفرحي حبايبك وتوزعي على جيرانك وحبايبك. يلا بينا بقى نشوف الغريبة بتاعتنا. هو ده المقاس الصغير اللي عملناه. يلا نشوف الغريبة. الكمية بقى بتاعت الغريبة يا بنات هنعملها يعني مقادير صغيرة جدا، لان طبعا في ناس كتيرة الغريبة بتبوظ منها، مقاديرها بتكون هي نفس المقادير، بس طبعا في تكات وتركات صغيرة كده. وهقول لكم على حكاية بقى، حاجة هتحطيها على الغريبة هتوديها حتة تانية خالص. هنا بقى الغريبة خدت مني لون من تحت وده غلط جدا، تبقى زايدة معاكي في السوا، بس طلع معايا بصراحة زي الفل. عندي المقادير بتاعتي يا بنات، عندي نص كوباية من السكر البودر، عندي كوباية من السمنة، وكوبايتين من الدقيق. هي دي المقادير المظبوطة بتاعتنا. حابة بقى تضعفي الكميات ضعفيها براحتك. هناخد هنا كوبايتين من الدقيق، وعندي كيس لبن بودر. كيس اللبن البودر ده يا بنات والله عن تجربة، يعني دي مش اول مرة احط اللبن البودر على الغريبة، بيخلي طعمها ولونها في منتهى الروعة، يعني زي اللي بتيجي من بره بالظبط ويمكن احسن، يعني حاجة في منتهى. كمان عايزة اقول لكم السكر البودر لازم تنخليه، علشان ده سبب من اسباب نجاح الغريبة معاكي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. حطيت بقى السمنة بتاعتنا، كوباية من السمنة. السمنة بتاعتك انت ممكن تسيحيها وتبلاجة، او لو الدنيا شتاء جامدة معاكي زي كده، بس طبعا لازم يبقى بدرجة حرارة التلاجة، يعني ما ينفعش السمنة بتاعتك تبقى سايلة او سايحة او اي حاجة من الحاجات دي، لا ما ينفعش.
السكر، نص كوباية من السكر المنخول. مضرب بقى كهربائي، يدوي، بايديكي، اللي انت عايزاه اعمليه، بس اهم حاجة النتيجة بتاعتك يطلع الخليط معاكي كريمي، هي دي اهم حاجة. زي ما احنا شايفين كده بقى مع بعض الخليط بتاعنا بقى كريمي وحلو جدا. هبدأ اعاير كوبايتين من الدقيق على الخليط بتاعنا. طبعا انا ضربت مع بعض كويس جدا، وشغلت لكم موسيقى علشان طبعا البنات اللي بتتعلم ما يفوتهاش اي حاجة، عملتي ايه وما عملتيش ايه كله موجود، واتفرجي براحتك. الفيديو طويل شوية لكن مفيد جدا ان شاء الله. المقادير دي تعتمدوها كل سنة وتكون معاكم لوصفات ناجحة، وصفات العيد وحلويات العيد كل سنة وانتم طيبين. حطيت بقى الكوبايتين الدقيق وهنقلب بقى كويس جدا. هبدأ اقلب بايديا، نلم العجينة بايدينا بس. طبعا انت لو حسيتي ان هي مفرولة معاكي بتبلي ايديكي بالسمنة، بتبليها ما بتزوديش، بتبلي ايديكي بالسمنة او بالمية، يا دوب بتبلي ايديكي العجينة بتتلم معاكي وبتبقى زي الفل. لو حسيتيها انها مفرولة معاكي هي معانا هنا زي الفل ما شاء الله. وبرضو لو احتاجت ان احنا نبلي ايدينا مية او سمنة مفيش اي مشكلة.
هنا بلينا ايدينا بالمية علشان العجينة بتاعتنا تلم كويس جدا. هنبدأ بقى نشيلها في التلاجة لمدة نص ساعة. مهم جدا ان انت تشيليها في التلاجة لمدة نص ساعة علشان تبقى معاكي عجينة ماسكة نفسها كده وتقدري تشكليها براحتك. وحتى لو شكلناها دلوقتي يا بنات هتبقى معاكي زي الفل، مفيش اي حاجة. ليه؟ لان المقادير بتاعتك ناجحة، انت ضربها كويس جدا جدا لحد ما وصلت. شايفين بقى ما شاء الله، لا شققت ولا عملت اي حاجة. دي تجربة على عينك يا تاجر. هنشيلها بقى نحطها في التلاجة نص ساعة كده ونرجع لكم. يلا بينا بقى نشكل الغريبة بتاعتنا. عندي بقى اللي هو الالمازات والحاجات الحلوة الغالية دي. الازازة بتتباع في اي سوبر ماركت او بتاع الحلواني او اي مكان عطار. كل الناس دي بقت تجيب الحاجات الحلوة دي بتاعت الغريبة. قولي له عايزة الخرز بتاع الغريبة ده، هيديهولك العلبة ب10 جنيه. تحطيها كده على الوش بتبقى قمر قوي. صغري المقاس لان هي ممكن تزيد شوية، يعني ده طبيعي عادي جدا. هقطعها بقى معاكم. زي ما احنا شايفين هندخلها الفرن بقى، نخلص الكمية وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. ودلوقتي بقى الغريبة بتاعتنا ما شاء الله طلعت معانا. ما تستنيش عليها في الفرن كتير. الظهر بتاعها بيبقى ابيض يا بنات، يعني ما تخلوهوش احمر زي كده، يعني هو احمر مني السنة. خلي بالكم ده بيخلي النتيجة بتاعتك تختلف. ممكن تفرش معاكي شوية بزيادة زي ما حصل معايا كده، لكن المقادير ما شاء الله مظبوطة 100%. شايفين لونها من اللبن البودر. ودي كانت الغريبة. يلا بينا بقى ندخل على البسكوت. البسكوت بتاعنا يا بنات ممكن يبقى بسكوت بالبرتقال، ممكن يبقى بسكوت بالنشادر، وده اللي هنعمله النهاردة. عندي هنا كوباية من السمنة. دي مقادير كيلو دقيق يا بنات. عندي اهو زي ما احنا شايفين كده، انا نزلت في البداية كوباية من السمنة. حابة تحطي نص كوباية سمنة كمان حطي، حابة تحطي نصها زيت ونصها سمنة. النص كوباية اللي باقية زي ما انا ما عملت كده، انا جبت معلقة من السمنة وعلى ربع كوباية من الزيت، يبقى المقدار عندي كله بقى كوباية ونص من السمنة على زيت. حابة تحطي كوباية سمنة وعلى نص كوباية زيت براحتك. بس انا حطيت يعتبر كوباية من السمنة، معلقة من السمنة، وربع كوباية من الزيت. عندي بقى السمنة ريحة السمنة البلدي، الغش التجاري ده.
عندي هنا كوبايتين من السكر البودر، يفضل طبعا تكوني نخلاهم. تضربيه في الخلاط ماشي، تضربيه على ايديكي ماشي، تضربيه بالمضرب الكهربائي مفيش اي مشكلة، هيطلع معاكي زي الفل ان شاء الله، لا يفرش معاكي ولا يشقق. يعني كل المشاكل اللي بتقابلنا وقابلتنا، خلي بالكم يا بنات، قبل كده مرة في مرة وتجربة في تجربة، ربنا بيكرمك بالمقادير المظبوطة وبتطلع معاكي الحاجة زي الفل. يعني في ناس كتير قوي بتتعقد بصراحة من انها تعمل الحاجات دي في البيت علشان خاطر بتبوظ منها. لا، اعتمدي المقادير وتوكلي على الله وجربي حتى في نص كيلو من الدقيق. ومش لازم يكون في العيد، تجربي في العيد، لا، جربي في ايام عادية. هو يعني الاكل والشرب ما بيخلصش، فبنفضل بقى نضرب لحد ما نوصله بيكون كريمي زي ما احنا شايفين كده. فانا بتكلم معاكم بقى وانا بضرب. فيا بنات يعني عايزاكم تتشجعوا وتدخلوا المطبخ وتجربوا مرة واتنين وتلاتة، وما بقولكيش جربي في كيلو ولا نص كيلو، جربي في ربع كيلو دقيق وقللي المقادير بتاعتك. عندي هنا 3 بيضات، هنزل ببيضة بيضة، كل ما بيضة تتضرب وتختفي هنزل بالبيضة التانية. لو البيض بتاعك كبير ممكن يبقوا بيضتين بس، يفضل طبعا 3 بيضات. في ناس بتحط 5، انسب مقدار هو 3 بيضات. طبعا بسكوت النشادر ده من افضل الحاجات اللي في البيت عندي بيحبوها، افضل من الكعك، من البيتي فور، من قريبه، من كل الكلام ده. اهم حاجه البسكوت ده بصراحه. يعني الواحد بيبقى عايز 5 كيلو، يعمل 5 كيلو منه بصراحه. بس بما اننا داخلين على جو امتحانات ومذاكره بقى، وانتوا عارفين الجو ده وبيبقى جو رمضان صلاه وعباده وكده، فبيبقى الواحد بيلم الليله كده بكيلو بسكوت كده. عارفين اللي بيضحك عليهم اهو احنا. هننزل بالبيضة التانية ولا البيضة التالتة دي تقريبا، نزلت بالتانية امتى؟ المهم، عندي بقى يا بنات البتاع ده انا مش عارفة اسمه بصراحة، ابيض كده زي اللبن اللبن اللي هو الحليب المكثف زيه كده. ده برضو بيجي من عند العطار او من عند مستلزمات الحلواني. الازازة دي ب10 جنيه بس. تحطي نقطة على اي حاجة حلوة انت بتحطيها، بسكوتات، كيكات، اي حاجة، بيخلي طعمها روعة روعة روعة، ولا ريحتها. يعني انا حاساها زي بديل الفانيليا بس هي مش فانيليا. انا هنا نزلت بالفانيليا بس. البتاع ده اسمه لبن ايه مش فاكرة بصراحة، انا مش فاكرة. هو عرضوا عليا وقلت له طب هاتوا اما اجربه. بصوا بيخلي الحلويات في حتة تانية خالص. بقى الدقيق بتاعي هاخد كيلو من الدقيق، يكون 72% او يكون جميع الاستخدامات او متعدد الاستخدامات، او دقيق كعك وبسكوت. ما لقيتيش دقيق كعك وبسكوت هاتي دقيق متعدد الاستخدامات، مفيش اي مشكلة، بس يكون 72%. هنزل كده بكيلو من الدقيق لكيلو لكيلو لكل كيلو دقيق يا بنات معلقة ممسوحة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة من البيكنج باودر ومعلقة ممسوحة من النشادر. تمام كده.
طبعا في ريحة برتقان هات براحتك، في اطعمة تانية ممكن عصير برتقان برضو براحتك. يعني بصي لبن ماشي، بس يعني انا بحب استخدم هنا معلقتين من الكاستر. خلونا بس في المقادير علشان ما نتوهش من بعض. يبقى احنا كده حطينا كيلو دقيق، معلقتين من الكاستر، معلقة ممسوحة من بيكنج باودر، وكمان ذرة ملح. تمام كده. شوية جوز هند لو حابة تحطي، مش حابة براحتك. عندي كيس، كل دي بقى يا بنات اضافات براحتكم فيها. الجوز الهند ده اختياري، كيس العصير البرتقال ده برضو اختياري. بس انا عملت غلطة بصراحة، انا كان لازم اضرب البرتقال مع البيض مع البيض والسمنة. تمام كده. بس بقى مخلي البسكوت بتاعي طعمه حلو جدا بصراحة. عندي بقى نص كوباية او كوباية الا ربع من الحاجة الساقعة البرتقال. ممكن تستبدليها بلبن، ممكن تستبدليها بعصير برتقال طبيعي، براحتك خالص. يعني من نص كوباية لكوباية الا ربع كده على مقادير الكيلو دقيق بتاعنا. عليهم معلقة من النشادر ممسوحة. في بقى النشادر ما شاء الله شغالة معايا وزي الفل ازاي. عايزه اقول لكم النشادر كانت مظبوطه جدا، لا ريحتها طلعت ولا فرشت البسكوت ولا كانت ريحتها زياده في البسكوت، يعني كانت مظبوطه على الشعر زي ما بيقولوا. هنزل عليها بقى بالخليط بتاعنا القمر ده، وهنبدأ نقلب نقلب بقى لحد ما نوصل لعجينة متماسكة، لا هي تقيلة قوي ولا هي سائلة. طبعا انتي لو هتعملي لو هتعمليه بكيس الحلواني بتزودي السوائل بتاعتك شوية، لكن انا هعمله بمكنة البسكوت. دلوقتي بقى احنا لمينا العجينة بتاعتنا، شايفين جميلة جدا معايا اهو، حلوة قوي قوي. ممكن تشيليها شوية في التلاجة براحتك. ويلا بينا نقطع بمكنة البسكوت. انا طبعا عاملة فيديو شورتس ازاي تركبي مكنة البسكوت وازاي تركبي الوش بتاعها. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه.
ودلوقتي يا بنات احنا بنخلص كل الكمية من معانا اهو، خلصنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. صوت بقى ورص وقطع وحاجة زي الفل، حابة تصغري المقاس حابة تكبري المقاس براحتك خالص. وطبعا احنا مشغلين الفرن بتاعنا فرن البوتاجاز، يعني مش هنسوي بره، هو فرن البوتاجاز اللي هنشتغل بيه على الرف اللي في النص كده، ودرجة الحرارة بتاعتنا متوسطة، وندخل وبسم الله ما شاء الله البسكوت طلع معايا لا فارش ولا مشقق ولا اي حاجة من الحاجات اللي بتحصل دي. مقادير كده تعتمديها كده من اول مرة، حاجة زي الفل وبسم الله ما شاء الله. طبعا احنا عملنا اشكال كتير بقى، عارفه انتي لما الولاد بيبقوا معاكي بتقعدي تشيلي وتحطي في اشكال، لا ده عاجبني لا ده مش عاجبني، حطي ده يا ماما شيلي ده يا ماما عارفين انتوا. المهم ان الولاد بيتبسطوا في كيلو البسكوت اللي قعدنا عملناه. وبكده خلصت حلقتنا، يا رب الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوا قناتنا رياف ومدن، فيديوهاتنا من الريف ومن المدن كمان، حبايبنا في الريف واحنا عايشين في المدن، هنستناكم ونستنى تعليقاتكم الحلوة اللي بتشجعنا. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، وحلقة البسكوت والكعك والغريبة يكونوا عجبوكم، وان شاء الله بإذن الله ده مش اخر فيديو ولا اول فيديو. عملنا الغريبة كتير على القناة، وعملنا كمان البسكوت مع العيلة، وعملنا فيديوهات حلوة كتير، حابين ترجعوا وتشوفوها كلها تنورونا وتنضموا لعيلتنا. آه، وتنضموا لعيلتنا عفوا، طبعا انتوا عارفين البرد، كل سنة وانتوا طيبين. وحابين تنضموا لقناتنا قناة أرياف ومدن، أهلا وسهلا بيكم. اشتراك في القناة ولايك للفيديو تعليق حلو زيكم. شايفين بسم الله ما شاء الله البسكوت عامل ازاي؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بشكركم شكرا ليكم، السلام عليكم، مع السلامة.